عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله يمسيكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين. وكما وعدناكم نبدأ معاكم موضوعنا عن الابتزاز كثر الفترة الأخيرة واستشرى للأسف الشديد، وذلك لأمور كثيرة وراح نذكر منها أشياء كثيرة إن شاء الله بإذن الله. أول شيء نبي نعرف الابتزاز. إيش هو الابتزاز؟ كثير ناس ما تعرف إيش الابتزاز أصلا. طبعا الابتزاز طلب شيء مقابل السكوت عن شيء، هذا هو الابتزاز، هذا تعريفه. إنه الإنسان يطلب حاجة معينة، يعني أرسلي لي صورك وإلا راح أفضحك عند أهلك، أرسلي لي فلوس مبلغ مالي وإلا راح أفضحك عند أهلك، أرسلي لي اطلعي معايا اليوم وإلا راح أبلغ أخوك وزوجك. والابتزاز انقسم لقسمين: ابتزاز على العرض وابتزاز على المال. في الابتزاز على المال بداية، في مرة من المرات بنت تعرفت على شاب، الشاب هذا دخل معاها بطريقة جميلة واسلوب طيب، قال لها بس ابغى اشوف صورك عشان ابغى اخطبك. ارسلت له صورتين عادية جدا، مجرد ارسلت الصورتين من هنا قال لها انت عجبتيني، انت 100 ارسلي لي رقم ابوك. هي الدوافع اللي تدفع الشاب للابتزاز. اول دافع من الدوافع طبعا ضعف الوازع الديني. رقم اثنين انه هذا المبتز في الغالب خبيث نفسه ما هي طيبة على المسلمين جميعا، فلذلك يرتكب هذا الامر المشين. رقم ثلاثة انه رأى من هذه البنت تساهل. رقم اربعة انه رأى منها رضوخ وضعف. طبعا البنت مجرد ارسلت رقم ابوها من هنا، قال لها شوفي والله لو ما ارسلتيني الان 500 ريال لا ابلغ ابوك الان وراح ارسل له الصور. فصار كل شهر تقريبا 500 ريال على 500 ريال على 500 ريال، والبنت طالبة في الجامعة بس يدوب مكافأة الجامعة. فقالت له قابلني، قال لها لا ما ابغى اقابلك بس ابغى فلوس ابغى فلوس. فطبعا في نهاية المطاف انه بفضل الله عز وجل انتهى امرها وفرج همها بفضل الله عز وجل. لكن هذا هو مثال على الابتزاز المالي. في الابتزاز عن طريق العرض او ابتزاز العرض. ابتزاز العرض انه يطلب المبتز انه هذه البنت تطلع معه والا حيفضحها، او انها ترسل له صور خليعه او ما شابه ذلك والا حيفضحها. في قصه حصلت، بنت من البنات كان بينها وبين واحد علاقه، فطبعا تركت العلاقه، قالت له ابن ناس انا بتزوج وانا انسانه وكذا وكذا. فيوم من الايام اشترت جهاز ايفون، اخذت الجهاز الايفون، قالوا لها لازم تكون عندك الاي كلاود اللي هو ايميل خاص في الايفون. هذا الاي كلاود يحفظ كل الصور يحفظ كل الاشياء، هي ما تدري. فقام اتصلت في هذا الانسان مره ثانيه، فقالت له يا ابن الناس الله يرضى عليك انا اشتريت ايفون جديد وانا ماني عارف ايش موضوع الاي كلاود، تقدر تسوي لي اي كلاود؟ قال لها ابشر اسوي لك اي كلاود. سوى لها اي كلاود، اعطاها الاي كلاود، بدات طبعا تحمل الصور والاشياء، وصلت بالالاف. بعد سنتين سحب الصور كلها فلاش ميموري. بعد السنتين هذه وطبعا صور اخواتها وصور قريباتها. طبعا فتح حساب في تويتر وحط صور لها، قال لها شوفي ترسلي لي 30,000 ريال وإلا ما راح أمسح الصور. فطبعا المرأة ما عندها 30,000 ريال وما رضخت له. الشاهد شوفوا الورطة الثانية، ورط مين؟ ورط خويه وصاحبه. قال له شوف يا فلان ترى أنت الآن راح يجيك 30,000 ريال مبلغ على حسابك، وأعطى حسابه البنكي، حساب البنك أعطاها حق صاحبه علشان هو يطلع من الموضوع. فشوف كيف الإنسان ما يضمن حتى أقرب الأقربين له إذا كان إنسان على غير طاعة الله عز وجل. أنا أقرب الأقربين لي أضمنه ويجب أن يكون بيني وبين ثقة، لكن إذا كان على معصية وشافه ملخبط فانتبه منه، احذر منه. طبعا بفضل الله عز وجل أنه أنهيت معاناتها وأنهي أمرها. نبي نتكلم عن موضوع ثاني، إيش اللي يدفع البنت لإقامة العلاقة؟ أول دافع من الدوافع إن هذه البنت تبحث عن الزواج، تبحث عن الشيء الشرعي في الغالب، لكن يكون المقابل ذئب بشري مجرم ما يبغى الشيء هذا، يبغى يستمتع منها ويرميها. مرة من المرات واحد من الشباب وعد بنت بالزواج وقال لها أنا حتزوجك وهذا، بس كلمي أبوك. كلمت أبوها، طبعا رفض أبوها، قال لها إيش الطريقة هذه مو طريق مضبوط. إيش سوت؟ هربت من البيت، طلعت مع الليموزين هذا طلع إنسان يخاف الله، ذكرها بالله وكلمها ورجعها لبيتها ووصلها بشيخ من المشايخ. طبعا الشيخ هذا من المشايخ قال لها اعطيني رقمه وانا حتصل عليك من جوال ثاني واسمعيني ايش حقول له. طبعا اتصل عليه وفتح السبيكر وهو ما يدري ان هي تسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام، انا امام المسجد القريب من البنت اللي تبغى كنت تخطبها وابوها رفض، انا اقنعت ابوها وابوها وافق. هنا جت الصدمه، تاركه بيتها وتاركه اهلها علشان تهرب وتروح عنده. طبعا ايش قال هذه ما تسوى وانا ما ابغاها، ولو سمحت الله يجزاك خير لا تتدخل في الموضوع. طبعا هذه البنت تسمع الكلام هذا انه هذا ما يبغاها
وهي أصلا باحثة عن الزواج وتدور عن الزواج، وخرجت من البيت أهلها وتهورت عمرها 17 سنة، تبغى العفة للأسف الشديد مع ذئب بشري. قبل أن نتكلم عن علاج الابتزاز والأمور اللي تعالج هذا الموضوع وطرقها ووسائلها، راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو الوقاية خير من العلاج. وقاية من الأساس. ليش وقاية؟ عشان بحكي لكم هذه القصة، اسمعوها وشوفوا كيف إنها تحتاج إن الواحد يفكر ويكون في السعة خير له من أن يكون في الضيق. هذه بنت من البنات تعرفت على شاب من الشباب، بدأت ترسل له صورها، وعدها بالزواج، طول عليها الموضوع. قالت له يا ابن الناس حتتزوجني ولا ايش وضعك انت بالضبط؟ قال لها ان شاء الله وما ادري ايش. لما شافته ماطل قالت له السلام عليكم. قال لها لا وين رايحه؟ السلام عليكم مين؟ الصور هذه راح تنزل في تويتر، ونزلها في تويتر، اسمها بالكامل نزل في تويتر. تمام. الامر الاخر بدأ يهددها بابوها، اعطته اسرار معينه على ابوها واشياء، بدأ يهددها بابوها، بدأ يهددها انه حيسوي حيفعل. طبعا بفضل الله عز وجل انتهت معاناتها، وسجن هذا الشاب لمدة سنة. بعد هذه السنة طلع والله يا جماعة رجع ينتقم منها. فلذلك الوقاية خير من ايش؟ الوقاية خير من العلاج. هذه البنت تقدم لها عريس، مجرد سوى سيرش في تويتر حصل المعلومات هذه بطل. فلذلك الوقاية خير من العلاج. يعني بعضهم، الأغلب 90% بعد ما ينسجن بعد ما يتعاقب يوقف، لكن في 10% ناس ما توقف، ترجع تكمل وترجع تنتقم. فلذلك الوقاية من البداية خير من العلاج. يعني في بعضهم حتى للأسف جتني بنت وكلمتني لما دريت اني انا بتكلم عن موضوع الابتزاز، تقول يا شيخ تخيل واحد جاء يتقدم لي شاف صور اشياء انزلها في الفيسبوك، قهوه شاهي، بدا يعلق عليها، قال لي انا بتزوجك. جاء وتقدم رسمي. طبعا ابوها وامها متوفين، الرجال تقدم رسمي، قابلوا ولد واحده من اخواتها، وكل حاجه 100. طبعا البنت هنا خطأها، بدأت تتساهل في مسألة إرسال الصور، أرسلت له صور ومدري إيش، خلاص إنه بحكم إنه خطيبها وكذا. فطبعا ما كانت دارية إيش وضع الرجال هذا. راحت هي وياه موعد المحكمة، تخيل وصلت للمحكمة. يوم وصلت للمحكمة قالت له أنا أبغى المهر حقي، اتفقوا على مهر معين. فطبعا قال لها خلاص بعدين أنا أعطيك المهر. قالت له لا المهر قبل. قال لها لا بعد. فقال لها أنا والله ما عندي، وطلع. من بعد ما طلع شدت عليه، تعال يا ابن الناس تعال. الرجال طلع يبي يلعب بس، يبي ياخذها بدون فلوس بدون شيء. لما طلبت الفلوس وصرت عليها بطل. فايش صار يسوي؟ صار ياخذ صورها وينشرها ويحط عليها، يركب اجسام وينشر صورها، بسبب انها تساهلت بالصور، مع انه جاها ترى عن طريق حلال. فلا بد الواحد انه ينتبه. بقول لكم شيء معين، ما نعمم على كل انسان، انه ليست كل علاقة محرمة او تعرف معناته ابتزاز. قد يكون زواج، لكن الغالب نقول الغالب الشاب هذا ما يرضى بهذه البنت، يقول لك لا انا اخذ بنت تنقية امي بطريقة امي حجز لي بنت معينة. فمين اللي ينكب؟ هذه البنت المسكينة الضعيفة اللي وثقت واعطته قلبه واعطته كل شيء. والاخس والاسوأ من ذلك انه يستغل بعض الناس مكانه ومنصبه في ابتزاز الناس وابتزاز الضعاف من الناس. هذا واحد ابتز له بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة كفيفة، قال لها راح اجيب لك مساعدة رز وما رز، اطلعي لي برا خذيها، صورها وبدأ يهددها، الين ما اخذ منها مبلغ قرابة 400,000. فاحنا يا جماعة لابد نكون منتبهين. اول شيء لابد نكون منتبهين، ننتبه لوضعنا. المعلومة ووضعك وامورك وصورك لك تملكها، فاذا خرجت منك قد تملك، هي تصير تملكك، وهي تصير تحركك، وهي تصير تضطرك وتجبرك. طيب طرق علاج الابتزاز. طرق علاج الابتزاز أنا محورتها شخصيا في 5 محاور. المحور الأول عدم الرضوخ لمطالب المبتز. لا ترضخين أبدا لمطالب المبتز، وقفي عند حده، لا ما حسوي، لا ما حفعل، لا، لأنه كل ما طلب حيزيد، مثل العطشان يشرب من ماء البحر يزداد عطش، حيبغى زيادة كمان. يا جماعة واحد من المبتزين بسبب الرضوخ الزايد، البنت جلست أسبوعين فاتحة جوالها، بينها وبينه تواصل ما يقفل، يقول لها ما يقفل الجوال، والله لو يقفل أبلغ زوجك. طبعا مسك يعني اتصال مفتوح 24 ساعة لمدة أسبوعين، وإذا نقص الشحن تروح تحطيه في الشاحن ويبقى الاتصال بينه وبينك، لو تبغى الحمام يبقى الاتصال بينه وبينك. رقم 2 ما تظهر نفسها ضعيفة أبدا، تظهر القوة الكاملة له.
رقم 3 تظهر عدم المبالاة. كم وكم من قضايا الابتزاز انتهت بمجرد الحظر، خلاص حضرته كانت قوية معاه. اصلا اللي عندك سويه، اللي في راسك واللي بكيفك سويه، فكانت قوية معاه فتيسرت امورها وانتهى امرها. رقم 4 إذا أمكن أنها تبلغ أحد من أهلها، تمسك إنسان قريب، إنسان كذا، راح يعينها كثير في هذه المسألة. رقم 5 تتوجه للجهات المعنية وتبلغهم في أمرها ولا تسكت عن موضوعها، لأنه كل ماله يزداد الابتزاز وكل ماله الفلوس تكثر. ومثل ما قلت لكم المبتز لا يشبع أبدا، لا من صور ولا من فلوس ولا من خروج. فلذلك لو هي لبت مطالبه لا. موضوعي باختصار ايش؟ انا زودت اقسم بالله سنابات مره كثير، لكن هذا الموضوع مهم جدا ومعليش حتكلم عنه، والزياده هذه كلها حتكون موجوده. واتمنى انه تكونوا انبسطتوا من الموضوع، وانتظر ارائكم عن كلامي، وربي يسعدكم ويوفقكم يا رب العالمين. السلام عليكم. في نقطة مهمة في موضوع الابتزاز. أي أحد وقع عليه ابتزاز سواء من ولد لبنت أو من بنت لولد، ترى لأنه يحصل، ترى على فكرة في بنات ابتزوا أولاد، يحفظ كل رسالة في هذا الصدد. أي رسالة تفيد في الابتزاز يحفظها ويخزنها عنده ويخليها في الاستوديو، ضروري جدا ولا يفرط فيها. هذه نقطة إضافية ونسيت أذكرها.